سمعت بواحد المثل الهندو الساعة عنده 200. اليوم غادي نهضروا على واحد الساعة اللي كيولف آخر قضية، الابتزاز، كيفاش كيخطفوا حياة الناس بكلام. ورسالة وحدة، وشنو تقدر دير باش توقف هاد الكابوس؟ الابتزاز هو واحد الشخص ولا مجموعة يجدد شخص آخر باش يكشف على معلومة وصوها ولا فيديو، يعني ما عطاوش فلوس ولا ما دارش شي حاجة اللي باغيين. وانواع ديالو كيكون واقعي، يا اما في حي ولا في الخدمة. والابتزاز رقمي يا اما كيكون صور ولا فيديو وحسابات ايضا. اليوم مع انتشار الهواتف والشبكات الابتزاز الرقمي ولا خدام بزاف. كيفاش كيبدا الابتزاز الرقمي؟ هكا حسابات، رسائل وهمية، صفحات مزورة، وحتى علاقات مزيفة على مواقع التواصل. مثال محتمل، واحد الشاب كيتعرف على بنت في الانترنت، بداو كيدوو بزاف، ومن بعد غادي يوصل واحد من الطرفين بصورة خاصة. واحد النقطة كتكون جاتها رسالة: إلا ما خلصتيش غادي نصيفط الصور مع عائلتك والناس اللي كتعرف. الابتزاز ما كيتعلقش غير بالصور، حتى روابط بسيطة ولا معلومات شخصية تقدر تكون سلاح. الخوف على الخدمة والعائلة، وغالبا الضحايا كيسكتوا. السكوت كيعطي المبتز فرصة. كاينين حالات كتخلي الناس تخلص فلوس باش تسكت الشخص المبتز مؤقتا، وبهذا الشكل المبتز يولي يطلب كتار. يعني ما ماكش تعطي المبتز فلوس. واش المتابعة القانونية ممكنة؟ واش كاين قانون في المغرب؟ بلا ما ندخلوا في تفاصيل قانونية دقيقة، المهم يعرف الضحية بالابتزاز جريمة، وخاصو يجمع الأدلة، يعني رسائل ولا الصور وتسجيلات الشاشة. ما تحيد والو، ما تمسح حتى حاجة، وسجل كل الاتصالات والتواريخ. تقدر تمشي للشرطة خاصة لمصلحة الجرائم الإلكترونية. اول حاجه ما تجاوبش مع المبتز مباشره، يعني ما تفاوضش. الضوء نتاع الادله، الصور، الرسائل، تسجيلات، اسماء الحسابات، روابط. حط الحمايه، حط الكلمات السر، فعل التحقق بخطوتين، سد الحسابات المخترقه. رابع حاجه بلغ الشرطه، خصوصا اذا كان تهديد مباشر. طلب الدعم النفسي، مبقاتش في دقة واحدة. الدعم كيكون مهم، ما تعطيش الفلوس، خلي المحامي والشرطة يتعامل. الفلوس فاش تعطيهم كتعقد على المسألة كما قلتلك. ما تشاركش الصور ولا المعلومات حساسة مع ناس ما متأكدش منه. وراجع الاعدادات تاع الخصوصية في حساباتك. ما تتفقش مع طلبات غايب، وما تضغطش على نفسك. استعمل كلمات قوية. الابتزاز ماشي عيب، والضحايا ماشي مذنبين. قانون حاضر، المجتمع خاصو يكون الدعم، وما نعطاوش اللي يهددوا ويستغلوا الفقراء والعاديين. إلا عندك تجربة وما بغيتيش تبان، تواصل معنا باش نحكيو بطريقة اللي غادي نخبيو الهوية ديالك، وحنا نعاونوا ونوصلوا المعلومة، نحاولوا نوصلوا المعلومة للمصالح المختصة. وإلا عجبك الفيديو متنساش تخلي لي واحد لايك باش نزيدوا في هذا المحتوى، حيت تفاكت هاد الايامات نحاولوا نديروا شي حاجه مختلفه، وبارطاجي مع صاحبك باش نوقفوا الابتزاز. وما بقى لي ما نقول لكم غير كان هون تهلا.